Hello everyone, hello my friends, how are you doing? I hope everything is great with you. This Sharif speaking. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي شباب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. معاكم مستر شريف English teacher، والنهاردة بإذن الله ناخد الجرامر الخاص بيونت 3 بالكامل في فيديو واحد، وإن شاء الله يكون سهل وبسيط. تابع معايا للآخر. طيب قبل ما نبدأ يا شباب خليني أقول لك إن الجرامر الخاص بيونت 3 بيتكلم عن future اللي هو المستقبل بس، يعني شرحنا النهارده كله هيكون حوالين المستقبل، مش هنتكلم في أي حاجة تانية ولكن هنتعمق فيه شوية. طيب خليني أقول لك إن في كذا زمن هنحتاج نشرحه وكذا زمن هنحتاج نتكلم عليه. طيب خلينا نبدأ كده واحدة واحدة ونشوف يعني إيه مستقبل بالعربي كده. أما أجي أقول لك مستقبل فاللي بيجي في بالك إن إحنا هنتكلم عن حاجة هتحصل بعد كده، مش دلوقتي، حاجة هتحصل بعد كده في المستقبل. طيب نعبر ازاي عن المستقبل في اللغة الإنجليزية؟ طيب أو خلينا نبدأ بأول حاجة وهي استخدام future simple. future simple وهي المستقبل البسيط. طيب خلينا نعرف ايه هو المستقبل البسيط وتكوينه ايه واستخدامه. أول حاجة المستقبل البسيط بنستخدم معاه will زائد المصدر. will زائد المصدر أو will زائد الانفينيتيف، بس كده بس كده بدون أي إضافات تانية. يعني بحط الأول السبجكت اللي هو الفاعل، يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة. ممكن يكون ضمير فاعل زي I you he she it we they أو اسم شخص عادي. وبعد كده well والمصدر. well بتيجي مع أي حاجة وبعديها المصدر. شفت السهولة؟ مفيش أسهل من كده. يبقى هنقول السبجكت زائد will زائد المصدر. طيب جميل. يعني ناخد جملة مثلا لما أجي أقول لك I will open the door، أنا هفتح الباب. I will open the door، عملت إيه؟ حطيت I اللي هي السبجكت وبعد كده will زي ما اتفقنا وبعد كده open اللي هو التصريف الأول للفعل أو المصدر. طيب وبعد كده كملت الجملة عادي. طيب لو أنا عايز أنفي بعمل إيه؟ كل اللي عليك هتعمله هتحط not after well، يعني هتحط not بعد well. يعني الجملة اللي قلتها من شوية I will open the door هتبقى I will not open the door، وممكن تبقى I want الاختصار بتاعها I want open the door. تمام؟ وبرضو مع كل السبجكت، مع اي سبجكت يعني اي حاجه مش هتتغير will زائد المصدر او will not زائد المصدر واختصارها want. تمام. طيب ممتاز جدا. طب لو حبيت اكون سؤال كل اللي عليك برضو تعمله هتحط will at the beginning of the sentence، هتحط will في بدايه الجمله. فهتبقى ايه؟ will you open the door، يعني هل هتفتح الباب؟ will you open the door، هل هتفتح الباب؟ حطيت will في بدايه الجمله وبعد كده السبجكت وبعد كده كملت الجمله عادي. طيب بالنسبه للباسيف، يعني ايه الباسيف؟ يعني المبني للمجهول. يعني ايه المبني للمجهول؟ يعني بدل ما هبدا جمله بالفعل اللي هو الشخص اللي هيعمل الحاجه هبدا بالمفعول. يعني بالعربي كده لما اقول لك انا هفتح الباب اقول لك الباب سيفتح، الباب سيفتح. بدات ايه هنا؟ بدات بالمفعول. طب هنقولها زي بالانجلش، هنحط الاوبجكت اللي هو المفعول اللي هو الباب وبعد كده well عادي وبعد كده be وبعد كده التصريف الثالث. تاني هحط الاوبجكت اللي هو المفعول اللي هو احنا عندنا في الجمله بتاعتنا اللي هو الباب، وبعد كده هحط well عادي زي ما اتفقنا، بعد كده احط be وبعد كده pp او التصريف الثالث. طيب ناخد الجمله عشان نفهم اكتر. هقول the door will be opened. طيب عملت ايه؟ حطيت the door اللي هو ايه؟ الاوبجكت او المفعول، وبعد كده will عادي زي ما اتفقنا، وبعد كده زي ما القاعده بتقول حطيت be وبعد كده التصريف الثالث open، التصريف الثالث بتاعها opened. the door will be opened، سيفتح الباب. تمام يا شباب؟ طيب حلو كده. كده عرفنا أول حاجة عن feature sample واللي هي will زائد المصدر، وعرفنا النفي والسؤال والباسف. طيب عايزين نعرف بقى استخدامه، وهو ده أهم حاجة. طيب يا شباب خليني أقول لك إن will زائد المصدر ليها كذا استخدام. خليني أقولهم لك واحدة واحدة كده ونشرح كل واحدة فيهم. أول حاجة عندنا will زائد المصدر بنستخدمها مع القرارات السريعة أو الفورية. مع إيه؟ مع القرارات السريعة أو الفورية. يعني إيه قرارات سريعة أو فورية؟ يعني حاجة أنت مش مخطط لها، حاجات انت لسه واخد فيها قرار دلوقتي. زي ما قلت من شويه الباب خبط انا هقوم افتح I will open the door، انا مخطط لكده؟ لا مش مخطط لكده طبعا. طيب التليفون رن انا هرد عليه I will answer the phone، انا عملت ايه؟ قمت هرد على التليفون. قاعد في كافيه مثلا مش مخطط هطلب ايه، فاللي جه في بالي I will take a cup of coffee، I will take a cup of coffee يعني هاخد ايه؟ فنجان مثلا قهوه، حاجه انا مش مرتب لها. تمام. يبقى اول حاجه قرارات سريعه او فوريه مش متخطط ليها. طيب تاني حاجة أو تاني استخدام معانا وهو التنبؤ بدون دليل. التنبؤ بدون دليل، يعني إيه التنبؤ بدون دليل؟ حاجة أنت بتقولها كده من عندك بدون دليل أو حاجة ملموسة. طيب إزاي مثلا؟ يعني مثلا لما نقول ريال مدريد will win the match tomorrow، ريال مدريد will win the match tomorrow، ريال مدريد هتكسب الماتش بكرة. ده هنا إيه؟ ده تنبؤ بس بدون دليل. حد يقول لي لا في دليل يا مستر، إيه هو؟ هتقول لي إن ريال مدريد فرقة جامدة وبتكسب كل المطوشة.
لا هنا مش دليل. خليني اقول لك ملحوظه مهمه جدا جدا، ان المهارات والقدرات الشخصيه لا تعتبر دليل. المهارات والقدرات الشخصيه لا تعتبر دليل. يعني لما اقول لك ريال مدريد will win the match tomorrow، هي ممكن تكون فعلا فرقه قويه وجامده، ولكن الماتش ده ما توفقش، تخسر. فاذا هنا زي ما قلنا المهارات الشخصيه والقدرات ما تبقاش دليل. طيب حلو جدا. وزي ما قلنا يا شباب ان well زائد المصدر زي ما بنستخدمها في التنبؤ، فاذا في بعض الافعال اللي ممكن تيجي معاها عشان توضح لنا ان ده تنبؤ. زي ايه؟ زي ما اقول لك think، زي مثلا اعتقد، زي مثلا اقول لك believe او doubt اللي هو ايه؟ يشك، زي wonder يتساءل. كل دي افعال بقدر استخدمها او بتشوفها بتعبر لك ان هنا ده تنبؤ او حاجه قائمه على الاعتقاد او التنبؤ. تمام؟ يبقى كده يا شباب قلنا اول استخدام التنبؤ بدون دليل، تاني حاجة قرارات سريعة أو فورية، تالت استخدام معانا وهو الحقائق المستقبلية. يعني إيه الحقائق المستقبلية؟ يعني حقائق هتحصل في المستقبل ما تقدرش تتدخل ولا تتحكم فيها. زي إيه؟ يعني مثلا لما نقول the sun will rise at 5 a.m. tomorrow. The sun will rise at 5 a.m. tomorrow. يعني الشمس هتشرق بكرة الساعة 5. ده حاجة حد يقدر يتحكم فيها؟ لا، دي حقيقة مستقبلية محدش يقدر يتدخل أو يتحكم فيها. فاستخدمنا هنا إيه؟ will زائد المصدر. طيب كويس جدا. بستخدم will زائد المصدر في إيه كمان؟ خد الكام حاجة دول كده ورا بعض واحفظهم زي ما هو: عرض، طلب، تهديد، وعد، تحذير. 5 حاجات اهو: عرض، طلب، تهديد، وعد، تحذير. طيب واحدة واحدة كده. عرض يعني لما تعرض على حد حاجة، انت مثلا شفت واحدة شايلة شنط تقيلة فبتقول لها ايه؟ I will carry your bag for you. I will carry your bag for you. يعني انا هشيل لك الشنط. انت بتعرض عليها مساعدة، يبقى ده عرض. طيب طلب مثلا اخوك الصغير بيقول لك تعالى ساعدني في الهوم ورك بتاعي، فبيقول لك will you help me with my homework. will you help me with my homework يعني هو طلب منك تساعده في الواجب بتاعه. يبقى كده قلنا عرض اما عرضت على حد مساعده مثلا استخدمت will زائد المصدر. قلنا طلب لما اخوك بيطلب منك تساعده في حاجه: will you help me with my homework. will you help me with my homework. طيب كويس جدا. ايه تاني؟ قلنا التحذير. تحذير ازاي مثلا؟ يعني مثلا انت راكب عربيه مع حد ومتاخرين فبتقول له if you don't arrive early you will not find a place to park. if you don't arrive early you won't find a place to park. يعني لو ما روحتش او لو ما وصلتش بدري مش هتلاقي مكان تركن. هنا بتحذره لو ما وصلتش بدري مش هتلاقي مكان تركن. استخدمت هنا well بس هنا في النفي you won't find a place to park. مش هتلاقي مكان. you will not او you won't find a place to park استخدمتها هنا في النفي. مش هتلاقي مكان تركن، فهنا بتحذر حد. طيب حلو جدا. ايه تاني؟ قلنا في الوعود لما تيجي توعد حد بحاجه. زي ايه؟ مثلا بتقول I will help you او I will support you. I promise. وعلى فكره مش لازم تجي لك I promise، هو معنى الجمله بيبقى واضح. يعني مش لازم تجي لك صريحه مثلا يقول لك I promise، لا، هو معنى الجمله بيكون واضح. لما اقول لك مثلا I will support you I will help you مش لازم. تمام؟ فهنا برضو بنستخدمه مع الوعود. يبقى كل اللي قلناه ده يا شباب مش محتاج اقول لك ان لازم الجمله تجي لك صريحه فيها حاجه بتدل مثلا على وعد او على تنبؤ او على طلب. لا، انت بتترجم الجمله وبتفهمها وبتستنتج ده هنستخدم فيه will زائد المصدر ولا لا. طبعا هو زمن سهل، انت بس محتاج تدرب نفسك اكتر. فاضل معانا التهديد. طيب بنستخدمه ازاي في التهديد؟ لما تقول لحد مثلا you will regret this decision، يعني انت هتندم على القرار ده. you will regret this decision. عملت ايه؟ حطيت you will وبعدين كملت الجمله. انا هنا بهدد حد بقول له انت هتندم على القرار ده. تمام؟ طيب كده خلصنا الحمد لله الجزء بتاع will زائد المصدر، وسهل جدا وبسيط. ندخل دلوقتي على تاني حاجة ممكن نستخدمها في الفيوتشر وهي be going to. be going to. طيب تكوينها ايه؟ نحط be going to زائد المصدر، و be هنا بيبقى يا am يا is يا are. طبعا زي ما احنا عارفين am مع I، is مع he و she و it، و are مع you و be و they. يعني بحط السبجكت وبعد كده verb to be على ايا كان am او is او are، وبعد كده going to وبعديها المصدر. بس كده بس كده. وطبعا لو هنفي هحط not بعد am او is او are. يعني مثلا اقول I'm not going to، he is not going to، we are not going to. حطيت ايه؟ حطيت not بعد am او is او are. ده لو هنفي. تمام؟ ولو هسأل طبعا هحط am او is او are at the beginning of the sentence في بداية الجملة، فهتكون are you going، is she going، واكمل السؤال عادي. تمام؟ طيب بالنسبة للباسيف أو المبني للمجهول، زي ما اتفقنا الباسيف أو المبني للمجهول بنبدأ بالمفعول. تمام؟ بنشوف المفعول إيه أو الأوبجكت إيه ونبدأ بيه. طيب هنا بنعمل إيه؟ بنحط المفعول وبحط is أو are على حسب مفرد أو جمع، وبعد كده going to و be والتصريف التالت. going to و be والتصريف التالت. يعني مثلا هديك مثال لما أقول لك I'm going to paint my house. I'm going to paint my house يعني أنا ناوي أو بخطط إن أنا إيه؟ أبيض أو أدهن منزلي. عايز أقول بقى هنا المنزل
سوف يدهن او سوف يتم ايه دهانه. هقولها ازاي؟ هقول لك هبدا هنا بالايه بالاوبجكت. فين هنا الاوبجكت؟ the house او my house. هقول the house is going to be painted. is going to be painted يعني ايه؟ يعني المنزل هيتم دهانه. عملت ايه؟ بدات بالاوبجكت عادي وحطيت is. ليه؟ لان house مفرد. لو كان مثلا حاجه جمع احط are. وحطيت going to وبي والتصريف الثالث be painted. التصريف الثالث من paint اللي هو يلون او يدهن painted. تمام. طيب يا مستر انت قلت لنا من شويه ان will زائد المصدر بنستخدمها في حالات معينه في المستقبل. طيب بالنسبه ل going to والمصدر بنستخدمها في ايه؟ طيب هقول لك دلوقتي حالا. اول حاجه بنستخدمها في خطط او نوايا او قرارات. خطط او نوايا او قرارات. يعني ايه خطط او نوايا او قرارات؟ زي ما اقول لك my decision او I made my mind يعني انا خدت قراري. او مثلا لما اقول لك intended او intention اللي هو معناها نويت او عندي نيه. يعني لما اقول لك he is going to buy a new car soon. he is going to buy a new car soon. تفهم هنا ايه من الجمله دي؟ تفهم ان هو عنده خطه او قرار او بيخطط ان هو هيشتري عربيه جديده قريب. he is going to buy a new car soon. طيب ده اول استخدام قلنا مع قرارات او خطط او نوايا. على عكس will زائد المصدر قلنا قرارات سريعه ملهاش ترتيب او مش مترتب لها. طيب تاني استخدام معانا وهو التنبؤ القائم على دليل. التنبؤ القائم على دليل. وخد بالك في will زائد المصدر قلنا التنبؤ مش قائم على دليل، قائم على اعتقاد. لكن هنا عكسها التنبؤ قائم على دليل. طيب زي ما اقول لك مثلا the sky is getting clearer. It's going to be a sunny day. The sky is getting clearer يعني السماء أصبحت أصفى أو صافية. It's going to be a sunny day. ده هيبقى يوم مشمس. فأنا هنا استنتجت إن هو هيبقى يوم مشمس بناء على إن أنا شايف إن السماء صافية ما فيهاش غيوم خالص. فإذا هنا بقول إن هيبقى يوم مشمس بناء ده إيه؟ دليل. فإذا هنا تنبأت على حاجة هتحصل قائمة على دليل. النهاردة السماء صافية ده شكله هيبقى يوم مشمس. تمام. تنبؤ قائم على دليل. حلو جدا. طيب بستخدم be going to في ايه تاني؟ اخر حاجة اشياء على وشك الحدوث. حاجات على وشك الحدوث. يعني ايه مثلا؟ يعني انت شفت حد هيوقع حاجة فبتقول له خلي بالك. شفت صاحبك مش هيقع فبتقول له خد بالك. طيب بقولها ازاي؟ اعبر عنها ازاي؟ ممكن تقول be careful the glass is going to fall off the table. be careful the glass is going to fall off the table يعني خلي بالك الكوبايات هتقع من على الترابيزة. في بعض الكلمات بستخدمها عشان تدي معنى احترس او خد بالك. زي مثلا be careful watch out look out take care. كل ده. تمام. يبقى كده قلنا اول استخدام خطط او نوايا او قرارات او حاجه انت مخطط ليها. تاني حاجه تنبؤ قائم على دليل على عكس will. تالت حاجه حاجات على وشك الحدوث. طيب حلو جدا. خليني اديك بقى جمله ومش هحلها معاك. عايزك لو انت عرفت الحل بتاعها تكتب لي في التعليقات تحت الحل وهرد عليك بنفسي. طيب لو جيت قلت لك she didn't study for the test. she didn't study for the test. she not fail. she not fail. عندك 4 اختيارات will ولا will have ولا is ولا is going to. طيب اكتب لي الإجابة في التعليقات وهرد عليك بنفسي. طيب يا شباب كويس جدا لحد كده. ندخل على ثالث حاجة نقدر نستخدمها عشان نعبر بيها عن الفيوتشر أو المستقبل وهي present continuous اللي هي am with or are زائد verb ing. present continuous أيوة أنت سمعت صح. لو أنت مستغرب أيوة ال present continuous استخدامه إن إحنا بنعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي ولكن من ضمن استخداماته إن إحنا بنستخدمه في المستقبل في حالات معينة. طيب إيه هي الحالات دي؟ الأول زي ما قلت لكم نعرف تكوينه اللي هو am with or are زائد verb ing. سهل جدا خدناه ودرسناه قبل كده كتير. طيب ناخد مثال. مثلا اقول لك I'm traveling to Paris next week. I'm traveling to Paris next week. حطيت I وبعد كده اللي هو السبجكت وبعد كده am وبعد كده الفيرب ing. والنفي هيبقى ازاي؟ مفيش اسهل من كده. هقول لك ايه I'm not traveling to Paris next week. تمام. حطيت ايه السبجكت وبعد كده الهيلبينج فيرب am with or are بعد كده not وبعد كده الفيرب ing. طيب ممتاز. طيب بالنسبه للباسيف يا شباب هقولها ازاي؟ الباسيف زي ما قلنا اللي هو مبدا الجمله بالمفعول اللي هو مبني للمجهول. يعني لما بقول لك مثلا I'm watching the movie. I'm watching the movie. تمام. هقولها ازاي؟ هبدا بالمفعول اللي هو the movie او الفيلم the movie وبعد كده بحط is او are على حسب مفرد ولا جمع. وبما ان هنا movie اصلا مفرد فهحط is. فthe movie is هحط being والتصريف الثالث being والتصريف الثالث. The movie is being watched. The movie is being watched معناها ايه؟ ان الفيلم بيشوهد. يبقى عرفنا تكوين او صيغه المبني للمجهول او الباسيف. بنحط الاوبجكت بعد كده is او are وبعد كده being وبعد كده التصريف الثالث. طيب كويس جدا. طيب خلينا ندخل في استخداماته واللي هي سهله جدا وبسيطه. طيب استخداماته اللي هي يا مستر اللي هي قرارات او
خطط مؤكده. وخد بالك من كلمه مؤكده، هتيجي تقول لي احنا في going to خدنا برضو خطط، بس هنا انا بقول لك مؤكده. يعني ايه مؤكده؟ يعني حاجه خلاص هتحصل ما فيهاش كلام. وهفهمك دلوقتي انا ليه اديتك well بعد كده going to بعد كده present continuous عشان افرق لك بين كل واحده فيهم وما تتوهش ما بينهم هما الثلاثه. يبقى هنا قرارات او خطط مؤكده، تمام، قيد التنفيذ، خلاص انت هتعملها ما فيهاش نقاش. طيب زي ايه مثلا؟ زي ما اقول لك من شويه، ما قلت لك ايه I'm traveling to Paris next week مثلا، يعني انا مسافر باريس. تفهم ايه من الجمله دي؟ تفهم ان انت خلاص حجزت التذكره ومعاك الفيزا وحاجز الطيران وحاجز الفندق ومخطط لكل حاجه وما فيهاش رجوع، تمام. طيب هنا عايز افرق لك ما بين present continuous في الفيوتشر في المستقبل او be going to. لو قلت لك نفس الجمله I'm going to travel to Paris next month مثلا او اي وقت، دي معناها ايه؟ معناها ان انا لسه بخطط، لسه ما حجزتش تذكره، لسه ما حددتش اي حاجه، ولكن انا في مرحله التخطيط. لكن الثانيه اللي هو present continuous او am with or زائد verb ing اللي هي المستمع بيفهم منك انك خلاص ما فيهاش كلام، هتسافر بنسبه 100%، حجزت كل حاجه، منتظر فقط موعد السفر، تمام. طيب لو قلت I will travel to Paris next month اللي هي will اللي هو اللي خدناها اول واحده خالص، دي معناها ايه؟ معناها ان القرار لسه جاي في بالك دلوقتي، حاجه انت مش مخطط لها ولا اي حاجه، كده حاجه عابره جت في دماغك، ماشي، وممكن تحصل وممكن ما تحصلش. يبقى كده ده السبب اللي خلاني ابدا لك بالثلاثه دول ورا بعض. اول حاجه well قرارات سريعه مش متخطط لها. طيب be going to خطط قيد التنفيذ، انت لسه بتعملها لسه بتخطط. طيب am with are زائد verb ing دي معناها حاجات هتحصل، خطط مؤكده انت عملتها ومستني فقط موعد الحدوث. طيب بما اني بقول لك هنا خطط مؤكده، فاذا تفهم من كلامي ان المواعيد الرسميه كلها بستخدم معاها present continuous اللي هو verb ing. ليه؟ لان المواعيد الرسميه دي خطط مؤكده ما فيهاش كلام. زي ايه؟ الاجتماعات، مواعيد البرامج التلفزيونيه، مواعيد الدروس، الافراح والحفلات، لان طبعا كل ده حاجات رسميه متخطط لها قبليها ومواعيدها متحدده، فبنستخدم معاها present continuous، تمام. خلي بالكم يا شباب ان احنا عندنا افعال بتسمى افعال الادراك والحس، دي ما ينفعش نضيف لها ing، ما ينفعش تتحط في صيغه الفعل المستمر. افعال زي مثلا ايه؟ realize، know، understand. انا كاتب لك مجموعه من الافعال هنا لازم تبقى عارفهم وحافظهم، ان الافعال دي ما ينفعش اضيف لها ing او تيجي في صيغه الفعل المستمر، تمام. طيب خلينا كده ناخد جمله ونشوف فاهمين ولا لا. يعني مثلا لو جيت قلت لك he is not the mistake after the meeting، he is not the mistake after the meeting، وجيت قلت لك اختيارات realize، realizing، going to realize، realized. طيب نشوف الإجابة هتبقى إيه؟ إحنا قلنا مع بعض realize ده من أفعال الإدراك، فإذا ما ينفعش نضيف له ing، فإذا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون is going to realize، going to realize. طيب ناخد مثال تاني عشان نشوف فاهمين ولا لأ. لو قلت لك I'm not the answer tomorrow، I'm not the answer tomorrow، وجيت قلت لك الاختيارات no، going to know، ولا knowing، no، going to know، ولا knowing. طيب أنا مش هجاوب لك السؤال ده، وبرضه لو عرفته اكتب لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي. طيب خلينا ندخل بعد كده يا شباب على زمن future continuous tense، واللي هو زمن المستقبل المستمر. زمن إيه؟ المستقبل المستمر. طيب ما تتخضش من الاسم، هناخده مع بعض واحدة واحدة. طيب خلينا زي ما بنعمل دايما نشوف تكوينه بيكون will be زائد verb ing، will be زائد verb ing، ودي بتيجي مع أي subject أيا كان إيه هو، I، he، she، it، you، we، they، أي حاجة أو أي اسم شخص عادي. will be زائد verb ing. طيب ناخد مثال، يعني لما نقول he will be doing his homework all morning tomorrow، he will be doing his homework all morning tomorrow، يعني هو هيكون بيعمل واجبه بكرة الصبح. طيب لو هنكون سؤال هنعمل ايه؟ زي ما اتعلمنا من شوية، هنحط well at the beginning of the sentence في بداية الجملة. فهتبقى ازاي؟ اقول لك will he be doing his homework all morning tomorrow، هيكون هو بيعمل الواجب بكرة في الصباح. يبقى حطيت ايه؟ حطيت well at the beginning of the sentence وبعد كده السبجكت اللي هو he، يبقى well he، وبعد كده زي ما قلنا قاعدة be زائد verb ing، be doing his homework all the morning tomorrow، تمام. ده كده yes or no question. طيب لو هقول WH question، هقول مثلا هو هيكون بيعمل ايه في فترة الصباح؟ هقول مثلا what will he be doing all morning tomorrow. عملت ايه؟ حطيت what بعد كده will بعد كده السبجكت اللي هو هي او الفاعل بعد كده be والverb ing وكملت السؤال عادي. طيب كويس جدا كده عرفنا تكوينه والسؤال. طيب لو عايز انفي هعمل ايه؟ هحط زي ما احنا عارفين not بعد will. هتبقى ازاي؟ هقول he will not be doing
his homework all morning tomorrow. يعني حطيت not بعد ال helping verb أو بعد well. يبقى كده يا شباب عرفنا التكوين والنفي والسؤال بال yes or no question والسؤال العادي. طيب خلينا نشوف بقى استخدامه. استخدام ال future continuous أو المستقبل المستمر زي ما هو جاي من اسمه، بنتكلم على حاجة هتكون مستمرة في المستقبل. فإذا خليني أقول لك أول استخدام ليه حدث هيكون مستمر خلال فترة معينة في المستقبل. حدث هيكون مستمر خلال فترة معينة في المستقبل أو وقت معين في المستقبل. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لما أقول لك at 10 p.m. I will be watching my favorite show. at 10 p.m. حددت لك وقت معين، يبقى حدث هيستمر الفترة خلال وقت معين في المستقبل. at 10 p.m. I will be watching my favorite show. يعني الساعة 10 هكون بشاهد البرنامج المفضل عندي او الشو المفضل عندي. حددت لك انا وقت معين في المستقبل لحدث هيستمر الفتره، فاذا انا استخدمت الفيوتشر كونتينوس. تاني حاجه او تاني استخدام زي ما قلنا حدث برضه هيكون مستمر ولكن خلال فتره معينه. زي ايه؟ يعني مثلا لما نيجي نقول she will be studying هي هتكون بتذاكر from 5 to 8 من الساعه 5 للساعه 8 tomorrow evening بكره بالليل. حددت لك فتره من الساعه 5 للساعه 8، فاذا حدث هيكون مستمر او هيحصل فتره معينه في المستقبل. طيب ثالث استخدام معانا وهو احداث هتكون سائده او متوقع ان هي هتكون سائده بشكل عام في المستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لك in 20 years في خلال 20 سنه most people will be using electric cars. in 20 years خلال 20 سنه most people يعني معظم الناس will be using. قلت هنا will be using، استخدمت ايه؟ استخدمت future continuous. ليه؟ لان دي حاجه هتكون سائده او متعارف عليها خلال 20 سنه معظم الناس هتكون بتستخدم electric cars السيارات الكهربائيه. تمام. طيب الاستخدام اللي بعد كده ايه؟ الاستخدام اللي بعد كده حدث هيكون شغال في المستقبل حين وقوع حدث اخر. حدث هيكون شغال في المستقبل في حين وقوع حدث اخر. زي ايه؟ يعني لما اقول لك when you arrive لما توصل I will be preparing the food. when you arrive لما توصل، وخلي بالك استخدمت هنا في الجملة الأولانية present simple. I will be preparing the food هكون بحضر الطعام. هكون بحضر الطعام ده حدث اللي هو في الايه؟ في الفيوتشر continuous في المستقبل المستمر، هيكون مستمر الفترة، هيكون شغال أثناء حدوث حدث آخر. ايه هو الحدث الآخر؟ ان هو هيوصل. when you arrive لما انت توصل هكون انا بحضر او بعد الطعام. فإذا هنا حدث هيكون مستمر أثناء وقوع أو حدوث حدث آخر. طيب عايز أقول لك ملحوظة هنا في النقطة دي، إن هنا مع when استخدمنا present simple. فإذا عايز أقول لك مع الروابط الزمنية في المستقبل، الزمن اللي بيجي مع المستقبل هو present، فممكن يكون present simple أو present perfect. خلي بالك ممكن بدل ما يجي مستقبل تيجي جملة أمر. يعني ممكن نقول don't leave before you finish your homework. don't leave ده هنا أمر، يعني مش هتخرج او مش هتغادر او مش هتمشي before you finish your homework. تمام، قبل ما تخلص واجبك. before هنا ده الرابط، finish your homework ده هنا present simple. تمام. المفروض الجمله الاولانيه احنا قلنا future، فقلت لك ممكن يجي امر، فبقول لك don't leave مش هتمشي او ما تمشيش before you finish your homework. تمام، فجينا هنا جمله امر بدل المستقبل. تمام، وبعد كده الرابط عادي، وبعد كده جملة في البريزنت سامبل. تمام. طيب كويس جدا لحد كده. بكده خدنا لحد دلوقتي 4 استخدامات. لو حدث هيحصل في المستقبل في وقت معين، او حدث هيحصل ويستمر في المستقبل خلال فترة معينة، او حدث هيكون سائد او متعارف عليه في المستقبل، او حدث هيكون مستمر اثناء وقوع حدث اخر. تمام. بنستخدمه كمان مع التبرير ازاي؟ لما تيجي حد مثلا بيقول لك ما تيجي تروح معانا بكره السينما مثلا، فانت تقول له انا مش فاضي انا هكون بذاكر، فتقول له I'm sorry I can't go with you I will be studying tomorrow evening. I'll be studying، انت هنا بتقدم له تبرير او اعتذار بصوره مهذبه، فتقول له I will be studying tomorrow evening، في الوقت اللي انت هتروحوا فيه ده انا هكون بذاكر. تمام. I will be studying، استخدمت future continuous. I will be studying tomorrow evening. طيب بنستخدمها برضو مع ايه؟ بنستخدمها مع الطلب بصورة مهذبة. يعني ايه الطلب بصورة مهذبة؟ لما تيجي تطلب من حد حاجة بصورة مهذبة او اكثر تهذيبا. ازاي؟ يعني مثلا انت بتقول للحد will you be using your laptop tomorrow؟ هتكون بتستخدم اللابتوب بتاعك بكرة، بتطلب حاجة من حد، يبقى هتقول له will you be using your laptop tomorrow؟ هتكون بتستخدم اللابتوب بتاعك بكرة.
عندنا برضو استخدام كمان، وهو ان احداث بتكون مستمرة دلوقتي ومتوقع ان هي تكون لسه مستمرة معانا في المستقبل. احداث بتكون مستمرة ولا زال تتوقع ان هي هتكون مستمرة معانا في المستقبل. طيب بنستخدمها ازاي، او الصيغة بتاعتها ازاي؟ هنحط السبجكت عادي زي ما احنا عارفين، وهنحط بعد كده will او may بعد كده still اللي هي معناها لا يزال، وبعد كده be والverb ing. يبقى هنقول تاني، هنحط subject عادي وبعد كده will او may بعد كده still وبعد كده be والverb ing. يعني مثلا لما نقول the number of people may or will still be increasing in the future. The number of people may or will still be increasing in the future. طيب كويس جدا. نشوف برضو الاستخدامات تاني ونراجع عليها. يبقى أول حاجة حدث هيكون مستمر في وقت معين في المستقبل، حدث هيكون مستمر في فترة معينة في المستقبل. تالت حاجة أحداث أو حاجات متوقعة إن هي هتكون سائدة في المستقبل. رابع حاجة إن أنت ما تيجي تبرر لحد حاجة. خامس حاجة أما تيجي تطلب من حد حاجة بصورة مهذبة. سادس حاجة معانا حدث هيكون مستمر في وقت حدوث حدث آخر. وبعد كده قلنا الصيغة اللي بنعبر عنها عن أحداث موجودة دلوقتي وهتستمر في المستقبل، اللي هي بتكون subject بعد كده will أو may و still و be و verb ing. وبعد كده عايز أقول لك ملحوظة مهمة، وهي إن طبعا بما إن ده اسمه future continuous أو مستقبل مستمر، فإذا هنا مش هينفع نستخدم معاه افعال الحس والادراك ونضيف لها ing اللي انا قلت لك عليها في زمن present continuous. هو ينطبق عليه لان ده برضو زمن مستمر. تمام. عارف ان النهارده الشرح طويل شويه وان اليونت ده الجرامر بتاعه طويل، ولكن سهل وخلاص. فاضل لنا اخر حاجه خالص وهي بسيطه جدا، وهي الفيوتشر بيرفكت. اللي هي فيوتشر بيرفكت يعني مستقبل تام. يعني ايه مستقبل تام يا مستر؟ منين مستقبل؟ يعني حاجه لسه هتحصل. ومنين تام؟ اللي هو حاجه اكتملت. طيب خليني افهمك. اقول لك الاول بس تكوينه. الفيوتشر بيرفكت او المستقبل التام بيتكون من السبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده will، بعد كده have والبي بي. تاني will have والبي بي او التصريف الثالث. تمام. ولو عايز انفي will هتبقى will not زي ما احنا عرفنا طبعا. تمام. يبقى هنقول السبجكت اللي هو الفاعل الشخص اللي بيعمل الحاجه، بعد كده will have والتصريف الثالث. طيب حلو جدا. ده كده ايه؟ ده كده الافيرماتيف. ولو النفي will هتبقى will not. يعني مثلا اديك مثال لما اقول لك by tomorrow morning يعني بحلول الصباح غدا I will have finished all my homework. أنا هكون خلصت كل واجبي. I will have finished. حطيت will و have والتصريف التالت بتاع finish اللي هو finished. تمام. طب لو عايز أنفيها أقول by tomorrow morning I will not have finished my homework. تمام. حلو جدا. طب الباسيف ازاي بقى؟ ايه هو الباسيف تاني عشان لو نسيت او مش متابع الفيديو من الاول؟ الباسيف اللي هو مبني للمجهول، ان انا بدل ما ببدا بالفعل ببدا بالمفعول. طيب هنقولها ازاي؟ هقول لك برضو by tomorrow morning بحلول صباح غد my homework will have been والتصريف الثالث will have been finished. يبقى قاعدة الباسيف will أو will not لو هنفي، و have been والتصريف الثالث اللي هو البي بي. استخدامه سهل جدا وبسيط ومش هياخد منا وقت خالص. أول حاجة بنستخدمه وهو حدث هيكون حصل في المستقبل بحلول وقت معين. حدث هيكون حصل في المستقبل بحلول وقت معين. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني زي ما خدنا من شويه قلت لك بحلول صباح غد ايه اللي هيحصل؟ هكون خلصت واجباتي. ايه الوقت المحدد في المستقبل؟ اللي هو صباح غد، بكره صباحا هكون خلصت واجباتي. حدث هيكون انتهى بحلول وقت معين في المستقبل. يعني لما يكون بكره الصبح جه هكون انا خلصت واجباتي. يبقى حلو جدا. يبقى اول استخدام حدث هيكون انتهى او خلص في المستقبل بحلول وقت معين. تاني حاجه حدث هيكون خلص او انتهى في المستقبل قبل حدث اخر. قبل حدث اخر. وبما اني بقول لك قبل حدث اخر يبقى هنا في ايه؟ في حدثين. ولو تفتكر من شويه قلت لك استخدام الحدث الاخر مع الفيوتشر بيكون present. تمام. ادينا رجعنا لها تاني. استخدام اي حدث اخر مع المستقبل بيكون ايه؟ بيكون present. ممكن present simple، ممكن present perfect، المهم ان هو يكون present. طيب خلينا نشوف مثال. ممكن اقول لك مثلا I will have finished all my housework. هكون خلصت كل اعمالي المنزليه before he arrives. قبل ما هو يوصل. وخلي بالك الجمله الثانيه before يجي بعدها he arrives. arrives دي ايه؟ arrives دي present simple. تمام. يبقى ده بيأكد الكلام ان احنا قلناه ان لما يكون في روابط زمنيه مع المستقبل الزمن التاني اللي بيجي معاها بيكون present. تمام. طيب ناخد مثال تاني عشان نوضح اكتر. ممكن اقول when you arrive present simple. استخدمت هنا رابط when. قلت when you arrive هقول ايه؟ I will have done all my homework. I will have done all my homework. يعني لما توصل هكون انا خلصت او انهيت كل واجباتي. حدث هيكون تم في المستقبل قبل حدوث حدث اخر. يعني الحدث اللي يحصل هنا الاول ايه؟ ان هو هيكون
انهى واجباته، او هي هتكون انهت واجباتها قبل ما هو يوصل. يعني هي هتكون خلصت واجباتها كلها قبل ما هو يوصل. والمثال الاولاني اللي قلناه ان هي هتكون خلصت شغل البيت كله قبل ما هو يوصل. تمام. حدث هيحصل في المستقبل قبل حدوث حدث اخر او قبل وقت معين. تمام. يعني ممكن اجيب لك حدث اخر وممكن اجيب لك موعد محدد في المستقبل. ده كان استخدام الفيتشر بيرفكت. طيب خلينا ناخد مثال بسيط كده او سؤال بسيط عشان نشوف فاهمين ولا لا. لو جيت قلت لك by 9 tomorrow I not. طيب خلينا نشوف الاختيارات. by 9 tomorrow I will sleep, going to sleep, will have slept ولا I'm sleeping. طيب يا ريت تجاوب على السؤال ده بنفسك وتكتب لي الإجابة في التعليقات وإن شاء الله هرد عليك بنفسي. طيب يا شباب خلينا دلوقتي ندخل على استخدام ال present simple أو المضارع البسيط في المستقبل. الأول خلينا نعرف تكوين المضارع البسيط. سهل جدا ودرسناه قبل كده كتير. زي ما انتم عارفين تكوين ال present simple أو المضارع البسيط السبجكت اللي هو الفاعل زائد التصريف الأول، ولكن مع هي وشي وإت بنحط للفعل اس أو اي اس أو اي اي اس. ده تكوينه سهل جدا وبسيط. يبقى بنحط السبجكت زائد التصريف الأول، ومع هي وشي إت بنحط للفعل اس أو اي اس أو اي اي اس. طيب لو عايز انفي هحط don't او doesn't قبل الفعل. doesn't طبعا مع he وشي وات، ومع اي حاجة تانية بحط doesn't مع he وشي وات، ومع اي حاجة تانية بحط don't. يعني مثلا لما اقول لك I play football with my friends every Thursday، يعني انا بلعب كورة مع اصحابي كل خميس. لو عايز انفيها هقول I don't play football with my friends every Thursday. تمام. طيب لو عايز اكون سؤال هحط do او does at the beginning of the sentence في بداية الجملة. does مع he و she و it، و do مع اي حاجة تانية I و you و we و they. طيب ازاي؟ هقول do you play football with your friends on Thursdays؟ يعني هل انت بتلعب كرة القدم مع اصحابك كل خميس؟ تمام. ده yes or no question. طب لو عايز اسال WH question هقول ايه؟ هقول when do you play football with your friends؟ when do you play football with your friends؟ طيب ممتاز. طيب خليني اقول لك ليه بندرس بقى present simple هنا في الدرس المتعلق بالمستقبل. لان في المستقبل بنستخدم ال present simple في حالات معينه، وهي ايه؟ هي مثلا مع الجداول المواعيد، زي مثلا جداول مواعيد القطارات، الباص، الطيارات، يعني وسائل المواصلات عموما. ممكن استخدمها مع الافلام او مواعيد البرامج او مواعيد الحصص او الدروس. يعني ممكن اقول لك the lesson starts at 7 p.m. the lesson starts at 7 p.m. خلي بالك starts هنا اللي هو الفعل في present simple وحطيت اس علشان احنا قلنا مع he وشي وات بنحط اس او اي اس او اي اي اس. فهنا the lesson فحطيت هنا اس للverb بقت starts. the lesson starts at 7 p.m. ده موعد او جدول لحصة مثلا. ممكن نقول the train leaves at 6 p.m. the train leaves at 6 p.m. يعني القطر هيغادر الساعة 6. برضه موعد قطارات فحطينا معاه ال present simple. فإذا بنستخدم ال present simple في موعد المواصلات العامة أو موعد برامج أو موعد دروس أو أي حاجة حسب جدول أو مواعيد ثابتة. طيب عايز اقول لكم على كم ملحوظه عامه كده بتتعلق بازمنه الفيوتشر عموما. اول حاجه في طبعا بعض الكلمات بتعبر او تدل ان احنا بنتكلم في الفيوتشر. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا next week, next day, next month, next year. كل ده بيعبر ان انت بتتكلم على future او المستقبل. ممكن برضو نقول soon او in the future او tomorrow. كل دي حاجات بديهيه بتديك معلومه او بتعبر ان احنا بنتكلم عن المستقبل. تمام. تاني ملحوظه عايز اقول لك عليها، وهي فاكر من شويه لما جيت قلت لك لما بنيجي نستخدم well زائد المصدر بنستخدمها مع تنبؤ غير قائم على دليل، يعني تنبؤ قايم على اعتقاد شخصي مفيش دليل. تمام. وما بنيجي نستخدم be going to بنستخدمها على تنبؤ قايم على دليل. طيب وقلت لك ان المهارات الشخصيه لا تعتبر دليل. المهارات الشخصيه لا تعتبر دليل. يعني ايه؟ يعني لما جيت قلت لك ريال مدريد will win the match tomorrow، ريال مدريد هيكسب الماتش بكره. تمام. وان ريال مدريد فريق كبير وفريق بيلعب كويس، ولكن ده ما يعتبرش دليل لان ده يعتبر من المهارات او القدرات الشخصيه. ولكن عايز اقول لك ان الصفات المؤقته او الوقتيه تعتبر دليل. يعني ايه الصفات المؤقته او الوقتيه؟ يعني انت مثلا شايف حد تعبان قدامك فانت بتستنتج ان هو تعبان فاذا هو ممكن ينام. تمام. فهنا دي بتعتبر دليل وبنستخدم معاها be going to. يعني مثلا اقول لك she looks tired. she looks tired هي تبدو متعبه. she is going to sleep. she is going to sleep هي هتدخل تنام. هنا انت ايه؟ بتتنبأ ان هي هتنام لان هنا في دليل ان انت شايفها تعبانه. فدي صفه مؤقته او صفه وقتيه. فانت شايفها دلوقتي قدامك مرهقه او تعبانه she is tired او she looks tired so
she is going to sleep، هي هتدخل تنام. she is going to sleep، انت بتتنبأ وعندك دليل ان هي شكلها تعبان او مرهق، فهي هتدخل تنام. تمام. طيب في ملحوظة كمان عايز اقول لكم عليها، وهي استخدام shall مع I و we، ودي بنستخدمها لتقديم الاقتراحات. يعني مثلا ممكن اقول لك shall we go out today، shall we go out today، ممكن نخرج النهارده مثلا، او shall we drink coffee together. انا هنا استخدمت shall علشان اقدم اقتراح، واستخدمتها يا اما مع we يا اما مع I. تمام. طيب ممتاز جدا لحد كده. يبقى احنا بفضل الله خلصنا كل شيء يتعلق بالجرامر يونت 3 بالكامل. اتكلمنا عن الفيوتشر اللي هي will زائد المصدر، وبي going to، والpresent continuous، والpresent simple، والfuture continuous، والfuture perfect. طبعا لو في اي حاجه واقفه قدامك او مش فاهمها اكتب لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي. وما تنساش تشترك في جروب الفيسبوك اللي انا عامله جديد عشانكم، علشان نتفاعل ونتواصل مع بعض اسرع. ولو محتاج اي حاجه ممكن تتواصل معايا على رقمي الخاص اللي سايبه لك في الديسكربشن تحت. ما تنساش تعمل شير للفيديو علشان الفايده تعم وزمايلك كلهم يستفيدوا. ما تنساش برضو تعمل اشتراك للقناه. شكرا جدا للمشاهده واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.